السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي في مطبخ قديم وجديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهاردة معايا تحلية كلنا بنحبها صغيرين وكبار، هعملها لك بطريقة بسيطة وسهلة جدا، من غير ولا فرن ولا حمام مائي، وكمان من غير بيض، يعني اقتصادية جدا. والتحلية بتاعتنا هي الكريم كراميل. يلا بينا نشوف الطعامة والحلاوة دي هتتعمل ازاي. شايفين الشكل؟ شايفين القوام؟ حاجة بسم الله ما شاء الله سهلة، وهتحبي تعمليها على طول لولادك وهما يطلبوها منك على طول. القوام والملمس والطعم مش قادرة اقولك حكاية، لو انت جربتيها هتدعيلي. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. معانا كده على البوتاجاز بنحضر الطاسة او صينية او كاسرولة، اي حاجة عندك متوفرة بتسخنيها الاول يستحسن، وبعد كده بتحط فيها كمية السكر اللي انت عايزاها. تلاقيه دب معاكي بسرعة جدا زي ما انت شايفه معايا كده. اول ما تلاقيه دب كده من بره، بتروحي مقلبه بقى من بره لجوه عشان نكمل عمليه التسييح للسكر زي ما انت شايفه معايا كده. خلاص صح كله اهو. بجيب حوالي ربع كوبايه ميه، ما تكتريش عشان احنا مش عايزينه لا ميه قوي ولا ماسك قوي. بنحط الميه في قلب المعلقه، ما تحطيش في الطاسه مباشره، معلقه بمعلقه كده وتروحي مقلبه. لما بتحطي معلقه بمعلقه كده ما بيجمدش معاكي، بيفضل سايح زي ما هو، وعلى النار برضو متوسطه زي ما انتي بالظبط. ما تقلليش النار، وتروحي حاطه معلقه بمعلقه وتقلبي بسرعه جدا، هتلاقيه زي ما هو سايح معاكي. لو انت حسيت ان كميه الميه كترت معاكي، ممكن تسيبيه يغلي شويه على النار لحد ما تقل تاني، ويبقى عامل زي القوام بتاع الكراميل اللي بيبقى مع الكريم كراميل اللي بيتباع. وبكده خلصنا الكراميل بتاعنا. بنركنه بقى على جنب كده شويه ونعمل الكريمه بتاعتنا. خدي بالك احنا ما بنحطش هنا اي فانيليا ولا اي حاجه على الكراميل، بس تسيبيه بس يبرد شويه وبعدين هنقولك نعمل ايه. تعالوا بقى نعمل الكريمه زي ما احنا قلنا. بنجيب بقى كيلو لبن، بنحط عليه معلقتين كبار دقيق ومعلقتين كبار نشا ومعلقه لبن بودر كبيره ومعلقه كريمه خفق بودر كبيره. معلقه اللبن البودر والكريمه دول اختياريين، لو متوفرين عندك بتحطيهم على اللبن بتاعنا، بيديله طعم غني. ودي الطريقة العادية بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها، ان احنا نحط اللبن وعليه النشا وعليه الدقيق وكده. لكن انا وانا بشتغل كده قلت طيب لو حد بنوتة صغيرة مش عارفة تظبط النشا والدقيق بتاعنا، وطلع القوام مثلا تقيل معاها طلع خفيف معاها، هتحتاج تزود شوية دقيق وتقعد تظبط في القوام بتاعها. فانا قلت اخليكي تعمليه بطريقة اسهل، وتحطي النشا بتاعتك وكمية الدقيق بتاعتك، المعلقتين الكبار بتوع النشا والمعلقتين الكبار بتوع الدقيق، حطيهم على نص او ربع كوباية مية وقلبيها خارج اللبن خالص، وحط اللبن بتاعك عادي على النار زي ما انت شايفة لحد ما يغلي. وابدأي ضيفي بقى من الخليط اللي احنا عملناه من النشا والدقيق والمية على اللبن حبة بحبة، وانتي بتقلبي لحد ما توصلي للقوام اللي احنا عايزينه. خلي بالك انا عندي مادتين الربط هنا، الدقيق والنشا، مش النشا بس عشان احنا مش عايزين نعمل مهلبية. وخليهم الاتنين قد بعض، الكميات متساوية من الدقيق والنشا. كمان اي اضافات تانية عايزة تضيفيها خليها على اللبن مباشرة. يا رب تكون الفكرة وضحت، لانها هتبقى طريقة سهلة جدا بالنسبة لاي حد عايز يظبط القوام مظبوط ويبقى معاه تمام. هنا علشان الون الكريم كراميل بتاعي شوية، حطيت من الكراميل اللي احنا عملناه في الاول، حطيت منه معلقتين كده اللونين واللون، وكمان هيسكرهولي شوية. وبعد كده بنحط معلقة او معلقتين سكر عادي، والكريم كراميل ما بيبقاش مسكر قوي، فانتي قللي السكر خالص معاكي. بعد كده بنحط على الكريمة اللي احنا عملناها دي شوية فانيليا، يا سايلة يا بودر، ما تحطيش على الكراميل، بنحط على الكريمة اللي احنا عملناها باللبن. بنجيب بقى القوالب بتاعتنا بنحط فيها الكراميل زي ما انتوا شايفين كده، وبنصب فيها الكريمة بتاعتنا عليها. بعد ما نزلناها من على النار وسبناها تهدى بس يا دوبك، بنجيب مصفى كده ونصفي بيها احلى، علشان بيخلي القوام بتاعي برضو ناعم، واي تكتلات دقيق او اي حاجة فيها زي ما انتوا شايفين بتحوشها. بنبدأ نكمل صب الكمية بتاعتنا. شوفوا القوام معايا بيبقى عامل ازاي، ما تقلهوش قوي وبرضو ما تخففوهوش قوي زي ما انتوا شايفين معايا كده.
وبكده صبينا الكمية بتاعتنا، بنحطها بقى في التلاجة مدة ما تقلش يا جماعة عن 4 ساعات لحد ما تتماسك جدا جدا. بعد كده بنجيبها بقى ونسلكها زي ما انتم شايفين كده، بنسلك القوالب بتاعتنا ونروح صبينها في اطباق التقديم، وبيبقى معاكي بالمنظر الروعة والطعم انت اللي هتجربيه وهتحكمي، ولا اجمل من كده. طبعا انا عايزه اقولك لو انت عايزه تخليه غني بالطعم برضو ممكن تضيفي بيضه واحده او بيضتين على اللبن وهو بارد قبل ما ترفعيه على النار. وممكن كمان بعد ما نخلص الكريم كراميل بنحط له معلقه زبده كده في الاخر. بس احنا عاملينه هنا او حاولنا نعمله باكتر طريقه اقتصاديه زي ما انا قلت لكم في عنوان الفيديو. لكن لو عندك الحاجات دي متوفره ممكن تحطيها، وهي حاجات بسيطه مش كتير، لو بيضه او معلقه زبده او حبه لبن بودر وهكذا. وهنا بقى اقول لكم لو عجبتكم طريقتي ما تنسونيش بالدعوه الحلوه ليا ولاولادي من قلبكم بصلاح الحال، واللايك والشير والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.